تدحرجت كرة المواجهات والانتفاض ضد المحتل الصهيوني بعد 10 أيام رمضانية اختمرت فيها على درجات باب العمود بالقدس المحتلة وفي أحياء وأزقة المدينة، حتى وصلت مدن وقرى ومخيمات الضفة التي هبت على وقع الحجارة والزجاجات الحارقة في مواجهة الرصاص. فغربة الكرم اشتبك الشبان مع جنود الاحتلال بالحجارة والمفرقعات، وفي بلدة عزون دارت مواجهات عنيفة، وكان المستوطنون عند قبر يوسف شرق نابلس مع موعد مع الزجاجات الحارقة للمنتفضين. شبان مخيم قلنديا الحاجز العسكري الصهيوني لمسرح انتفاضي دفع جنود الاحتلال للاحتماء خلف الدشم الإسمنتية، فيما كان المدخل الشمالي لمدينة البيرة ميدان اشتباك مع مسيرة داعمة للأقصى والمقدسيين وصلت من وسط رام الله للمكان. عاضنة شرارة الهبة والانتفاضة الرمضانية لم تهدأ، وحرمت على المستوطنين المسير في شوارعها ليلا، فباب العمود بات معقلا تنطلق منه شرارة البداية الليلية. وصلت الفعاليات المقاومة للشبان المقدسيين إلى شارع صلاح الدين والعيسوية والصوانة وسلوان ووادي الجوز والشيخ جراح وأحياء وأزقة أخرى طال فيها الفعل الانتفاضي المستوطنين والجنود وكاميرات